السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. اليوم مقطعنا من محافظة البريمي العزيزة الغالية على قلوبنا، الله يحفظها ويحفظ أهلها ومشايخها. رسالتي لبعض من الشباب اللي تواصل معاي، والله يهديهم، ادعوا لهم بالهداية. اللي يقول نحن والله نستحي نروح المناطق البؤر اللي فيها الدعارة، يقول مثلا عندك في الخوير ندخل داخل اللفت وبيشوفون الشباب وبيشوفون اللي يعرفنا، ولا نروح على الدرج وبيشوفون الناس. لذلك يقول قطعنا هذا الموضوع. فشوف خطتهم خطة جميلة يا أخي عندهم. يقول رحنا وين؟ نروح إلى مملكة تايلاند. تلبس لك بنطلون، تلبس هاف الله يعزكم، تلبس كاب، تلبس وزار، ما حد يعرفك، وسوي اللي تبي تسويه. وبعدين عاد يضرب له وسواس ويدور سالم خر وصوره بعيد يتصل فيهم والحق علي، يمكن وصلت بالايدز ويمكن ما ادري ويش. يعني يستحي من الناس ولا يستحي من الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله في نفسكم وطرشوا لهم هذا الشباب. اذا كان عن بعض الشباب عندهم هذا الفكر طرشوا لهم، لعله يفيد هذا المقطع. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي شبابنا وشباب المسلمين. بارك الله فيكم.